فتاح عبد السلام الكبير، عضو مجلس حكماء جدابية، عضو مجلس حكماء مصراتة. عضو مجلس حكماء جدابية، عضو مجلس حكماء مصراتة. بحث في أسرى 2011 اللي عليه مش دم. الملف الخامس كان عودة تاورغا، ممكن جانا الرد أن بيديروا حرف يو على مصراتها، وأن أخذوا قوارب وهجوا. صالح المرغني هذا وزير عدل، لحظة كلمتين. وجاء الرد وذن من طين وذن من عجين، وجاء الرد قلنا له بنعيشوا لا زلام ولا جردان ولا زنادقة. وجاء الرد واللي خادم عند قطر يقعد سيد كيف سادة قطر، واللي خادم عند الإمارات يقعد سيد كيف سادة الإمارات. وجاء الرد معلش الآن اللي عمله حفتر ما عملش حتى معمر. وجاء الرد لكن أننا نستمروا في صلحنا ونوقفوا دمنا. وجاء الرد الآن تقارير جاتني من الأردن معلش غير الأسبوع اللي فات 200 بني آدم حالة بطر. والله على ما أقول شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إلى الأمام، ثورة. إن البيان الختامي للملتقى استمعونا بعد كلمة أستاذ عبد الله الزوي من بنغازي. أولا باسم مدينة الصمود والتصدي، وهي صخرة للتحطم عليها مؤامرات الأجانب والدول الأجنبية على ثورة الفاتح على ثورة 17 فبراير. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى إليه كافة أعضاء الجسد والصهر والحمى. بتقول ايه يا ابني انت؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نحكم إلا شرع الله، ألا نحترف إلا بما أقره علينا الله ورسوله في شرعه. فبنغازي تنزف على ثورة الفاتح على ثورة 17 فبراير، وتقصف وتدمر وللأسف بنغازي تسجن نسائها ورجالها وعلمائها على ثورة الفاتح على ثورة 17 فبراير. نحن نعرف أن بنغازي تقصد بالطيران، وبنغازي عليها المؤامرة، وأننا قد اتهمنا بأن أبناؤنا هم إرهابيون ودواعش، لكن الحقيقة أبناؤنا مسلمون ليبيون. سامحني ليبيون ما بيجمعش.